مشعول مش إعلاني. في عز الأزمة الآن اللي يعيشها الوطن العربي والتدخلات الخارجية الإيرانية، يتكون وفد إعلامي ورايح حق إيران. ليش؟ يعني من إحنا المجاملات والانبطاح حق إيران إيش ماله؟ وليش أعطيهم أكبر من حجمهم؟ بس البعض يعتبرها دولة صديقة. نعم؟ دولة صديقة يعتبرها. والله لا أعتبرها لا دولة صديقة ولا يحزنه. هي تستعمل سياسة التخدير مع دول الخليج. هي أصلا إذا كان طموح الدولة الإسرائيلية من النيل إلى الفرات، هي طموحها أن هي تحكم العالم الإسلامي وليذهب الإسلام إلى الجحيم. هذه أصلا هذا شعارها، أن هي تبي تقود العالم. وبعدين أنت لا تنسى أن هناك في أكبر تحالف عالمي اللي هو إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هذا أكبر تحالف عالمي. أمريكا قدمت العراق على طبق من ذهب لإيران، وهني المصيبة الكبرى، لأن سيطرة إيران على العراق شيء مخيف أكثر من النووي اللي عندها. سيطرة على الجنوب. 75% من العراق سيطرت عليها إيران سيطرة كاملة، والقرار قرار إيراني. حتى المظاهرات اللي طلعت ضد فيها بأمر وفيها نفس طائفي إيراني، لأن الحكومة العراقية هي حكومة إيرانية بحتة من الA to Z بكل وزرائها، ويحملون الجنسية الإيرانية. أنت في العراق ما ناقص إلا ترفع العلم الإيراني. استطاعت إيران أن تفتت الدول العربية وخاصة مصر. مصر تعتبر الزعيمة والمملكة العربية السعودية. أخلصت الآن من مصر، الآن جاء الدور على المملكة العربية السعودية. ما هي ثورة مصر ثورة شعب ترى، ما هي لا 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 وتدخل في تدخل إيراني إذا باعتراف. وهناك تدخل أمريكي وتدخل فرنسي وتدخل من بعض الدول المجاورة. باعتراف وزير هذا شيء موثق، باعتراف وزير الدفاع الأمريكي يقول إحنا لم نستطع أن نحرك الحزب الحاكم. صار لنا عشرات السنين نحاول أن نزحزح حاكم من الدول العربية، لم نستطع لولا التعاون الوثيق ما بيننا وبين اللي هم الإيرانيين والإخوان المسلمين. تحالف شلم الشامي على المغربي، شلم الشامي على المغربي، لأن هي تحالفت مع الإخوان المسلمين حتى تستطيع أن تنفذ هم الأداة لنشر التشيع في الدول العربية. الآن شمال أفريقيا انتشر التشيع بشكل كبير جدا، والآن تحاول أن هي تنشر التشيع في كل الدول. الآن إحنا مقبلين على مرحلة خطرة جدا. يعني الآن هي أخلصت من مصر، والآن تلتفت على ماذا؟ تلتفت على المملكة العربية السعودية، لأنها تريد الزعامة لها. كيف تريد الزعامة لها؟ تريد أن تحاصر المملكة العربية السعودية من خلال العراق. أشارت المملكة العربية أن هناك تدخلات خارجية في القطيف. نعم، وما حدث في القطيف هي بأمر من إيران، لأن تريد أن تعمل شوشة. السعودية ما قالت إيران، دولة خارجية. لا، هي لازالت المملكة العربية السعودية يعني حاطة شعرة معاوية. ولكن أنا موقف المملكة العربية السعودية والقرار الحاسم الذي اتخذ الصراحة يبرد الكبد. يعني لما يصدر ويوقع القرار خادم الحرمين الشريفين بسحب جنسية 300 شخص وعائلاتهم وترحيلهم إلى إيران، لأنهم رفعوا لافتات إيرانية، لأن رفعوا أعلام إيرانية، لأن هم ولائهم وانتمائهم لدولة إيران. يلا تفضلوا هذيك إيران مع السلامة. أنت تدري أن علي خامنئي خصص ميزانية $1 مليار لزعزعة أمن الخليج. الآن من أين ستنطلق الثورات؟ ضد الدول الخليج، ولزعزعة أمنها من البصرة. هي المركز الرئيسي لتصدير الثورة لزعزعة أمن الخليج. الآن تهريب الأسلحة يتم عن طريق البصرة. أنا أرجع وأقول لك، تم محاصرة، تريد أن تحاصر المملكة العربية السعودية. الحوثيين دعمتهم، هم يحاربون بالوكالة عن إيران. نعم. ضد المملكة العربية السعودية. والعراق أيضا هي مسيطرة عليها أساس تحاصر المملكة، ومن خلال مصر عن طريق البحر الأحمر حتى تجعل المملكة العربية السعودية في كماشة، حتى تكون هي زعيمة العالم الإسلامي. يشكوا في العالم الإسلامي أصلا. أستاذ عائشة، أنت قاعد تكلمين، قد يسأل بعض، تملكين الأدلة على هالكلام؟ نعم.
املك ادله، والدليل على ذلك انا املك ادله لاني باحثه في الملف الايراني. في لقاء سابق لك ذكرتي لي انك كنت تملكين ملف وسلمتيه لاحد الوزراء. انا سلمت 8 ملفات. 8 ملفات. 8 ملفات لاني باحثه في الملف الايراني وملف الاخوان المسلمين. ولكن هذه الملفات هذه الملفات لم اسلمها فقط لدوله الكويت، سلمتها ايضا لدول الخليج. ان ما يحدث في البحرين كان يدار من الكويت، لان في الخلايا النائمه وناس والائهم وانتمائهم مع الاسف تلقاهم موجودين في اماكن حساسه، وولائهم الى ايران كانت تدار العمليات في دوار اللؤلؤه من الكويت. اكتشفوا ان هناك محطه ارسال في مقسم ام الهيمان. في مقسم ام الهيمان يبث قناه العالم. من يملكها؟ قناه المنار، قناه العالم، قناه المنار، قناه الفرات، قناه العراقيه، قنوات الكوت، الكوثر، الانوار، هذه كلها لتمويل من داخل الكويت يا عزيزي. 100% تمويل كويتي. انتم ما تعرفون هذه الدولة المجوسية ليس لها علاقة بالإسلام، ليس علاقة لها بالإسلام، ولا هي دولة مسلمة أصلا. تريد أن تعيد الإمبراطورية الفارسية. تدري ماذا تريد؟ تريد أن تجعل العالم الإسلامي بلا صحابة، وبلا صحابة رسول الله، ولا بلا خلفاء الراشدين، وبلا حضارة أموية أو حضارة العباسيين أو الحضارة الإسلامية ككل. ترفض ذلك رفضا باتا، وتريد أن تنطلق الآن بعد أحداث القطيف. وأنا الآن أقول هذه المعلومة للأشقاء في المملكة العربية السعودية: سيكون هناك شغب قادم في المدينة المنورة. سوف يتكرر ما حدث في القطيف سيتكرر في المدينة المنورة. احنا الحين على أبواب الحج، ممكن أن تحصل أزمة. نعم هم يريدون، لأن يعتقدون إن يجب أن تكون القبلة في كربلاء. ولكن هناك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما في معنى، أنا لا أحفظها ولكن أتذكره، أن لا توجد قبلتان في الجزيرة العربية، هي قبلة واحدة المعروفة اللي احنا نصلي في عليها، يعني هذه القبلة اللي في المسجد الحرام. الآن أنا الكعبة يعني شيء مخيف. الآن الحج على الأبواب، وهي تريد أن تعمل بلبلة يعني في داخل موسم الحج. بس أنا أعتقد أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية يعني ماخذين احتياطاتهم وإجراءاتهم الكاملة. ولكن أنا من الآن أقول أن هناك في معلومات وردت أن سيتكرر أحداث الشغب في داخل المدينة المنورة. يريدون أن يعملوا قباب ويسكرون البقيع نهائيا. يريدون أن يسكروا البقيع نهائيا ويقيمون قباب، ويريدون أن يعملوا إحسانيات وأشكال وألوان. بس أنا أعتقد أن المملكة هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تسمح بأي شغب. لأن هؤلاء، لأن أنت تعرف شو مكتوب في المكتبة الوطنية يا عزيزي؟ لقد آن الأوان للعرب الأنذال أن يعودوا إلى الصحراء. لأن أنت تعرف أن الآن إيران افتحت مقرات اللي هم الأحزاب اللي كانت المعارضة لآل خليفة في البحرين في داخل البصرة، على أساس تكون اللي هي الحكومة الانتقالية. حكومة انتقالية. أنا ودي أسأل بس هذول اللي تكلمنا عنهم واللي قلنا اتركوا البحرين ويو الكويت بالآلاف، يو بسرعة ما لقوا لهم شغل، شغلوهم بسرعة، ما سكنوهم في هالعمارات هذه كلها، بسرعة ما حطوا لهم إقامات. زين وين الديرة؟ شو تقول لي أمن الدولة وتقول لي وين؟ هذول جايين يرفعون قضايا داخل الكويت على آل الخليفة. ليش ما عندهم محاكم في البحرين؟ ما عندهم محاكم في البحرين؟ ليش جايين يرفعون عندنا القضايا؟ هم ما جايين، لأن احنا أصبحنا منطقة مرور، لأن سهل إنهم يدخلون البصرة وهناك عندهم مراكز على أساس تكوين الحكومة الانتقالية. الشعب إنه هو يقيم هذه الحقائق. شلون نحمي نفسنا ونحمي منطقة الخليج؟ شوف، إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم. ترى دول الخليج كلها حامية نفسها، ها؟ إلا إحنا. يعني ايش تبينا نروح نصيد كل واحد ايراني نقول له تعال يبا انت من لا حزب أنا الشر يا أخي أكو مناطق ما تقدر تدخل. أنت تدري إن مجموعة من الوافدين العرب يقدرون بالآلاف تم تشييعهم وتم تشييعهم وتوظيفهم، وأقل واحد فيهم ياخذ 1200 دينار أكثر من الكويتي، وهذول كلهم حق وقت الوقت ساعة الصفر كلهم راح يصيرون ضدك. تعتقدين ان هناك محاولة جادة لإثارة الفتنة في البلد؟ يا عزيزي هناك في خطاب إعلامي متخذته إيران لإثارة الفتنة والبلاء وزعزعة أمن دول الخليج والدول العربية كلها. هي تعتقد لأن هي إحنا يعني أبناء عبد الله بن سبأ، يعني أنت تعرف أنت عمرها إيران ما كانت ضد اليهود، عمرها ما كانت ضد اليهود، هم وجهان لعملة واحدة. والدليل على ذلك لما الآن إحنا مستانسين أن من متى إيران تهتم بالقضية الفلسطينية؟ من متى إيران له علاقة بالقضية الفلسطينية؟ اسمع حسن نصر الله ماذا قال في لقاء مع علي خامنئي، وهذا أيضا موثق ودوروا على اليوتيوب وموجود. إيه ماذا قال؟ قال لعلي خامنئي: لقد ضحكنا على السنة وقلنا نحن نتبنى القضية الفلسطينية، والأغبياء صدقونا ويعتقدون أننا نحن سندافع عن القضية الفلسطينية. هذا الكلام موثق؟ نعم موثق وموجود يا جماعة. ونحن الآن يقول له ونحن ضحكنا على السنة الأغبياء وصدقونا أننا نحن نهتم بالقضية الفلسطينية. لا يا عزيزي، يريدون أن يختطفوا حتى يثيروا إعجاب العرب، وأيضا لنشر التشيع في فلسطين. وإحنا ربعنا رايحين طاقين شلالة ورايحين لمؤتمر الانتفاضة الفلسطينية. مؤتمر الانتفاضة الفلسطينية ويطلع لي علي خامنئي يقول نحن ضد قيام الدولة الفلسطينية، بعد هذا منشور وقايله وقدام العالم في خطابه. هوش هالتناقضات، وين عقولكم؟